البداية بالنسبة لهذا الموضوع وجود الكردي في بلاد الشام عموما، يعني الناس يمكن ما بعرف، قارين ما قارين، بيعرفوا ما بيعرفوا انه ايام الدولة السلجوقية، طبعا وراها مباشرة لما تفتتوا السلاجقة وطلع صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان بيعتمد على عشائر كردية في حروبه، يعني فمعروف في هذاك الزمن دائما بيعملوا قلاع في القرون الوسطى. فصلاح الدين الشام كله ومصر كان تحت امرته، فكان بيبني في كل مدينة يغزوها وكذا بيبني قلعة وبيحط فيها أو جنبها عشائر كردية كثيرة من كل أنحاء كردستان، كانوا بيجوا بيصيروا في جيش صلاح الدين باعتبار جهاد وكذا. فهناك جاليات ضخمة كثير منها استعربت، لكن تقدر تعرف أصولهم من أسماء عشائرهم وعوائلهم اللي باقية، وفي كل أنحاء الشام وفي مصر أيضا. غالبية هذول الكرد في مناطق الشام اللي كانت آرامية وقتها وتحولت إلى العربية، تلاقي جاليات كردية كانوا يقعدوا في هذه القلاع، يحرسوا هذه القلاع، وكان يعتمد عليهم صلاح الدين في حروبه والدولة الأيوبية. الكارثة أنه الدولة الأيوبية ما طولت كتير، اجا وراها الدولة المملوكية، فبقوا هذول كثير من هذول الكرد بقوا في تلك المناطق، لكن لأن العصبية الكردية اللي كانت في دولة صلاح الدين راحت، فقسم بقوا على كرديتهم. الغالبية نسوا لغتهم الكردية، لكن الكثير منهم لا زال محتفظا بألقابهم الكردية، عشائرهم الكردية، أسماء عشائرهم الكردية. نعم صح. طيب إمام مجتبى، كلمة أخيرة، وقبل الكلمة الأخيرة أود منك أن توجه رسالة إلى كردنا ممن فقدوا لغتهم الكردية وينطقون اللغة العربية في عموم سوريا، وربما هنالك البعض في مناطق من العراق القسم العربي. كلمة منك لهم وكلمة أخيرة لنا جميعا وننهي الحلقة. تفضل. في البداية بدي أوضح الوضع الحالي للكرد. دول العالم شبه متفقة أنه يا كرد حاليا، يعني اليوم بالذات، يقولوا اقعدوا في هاي البلاد اللي انتم فيها، لكن لكم كل حقوقكم الثقافية والمدنية. هيك بيحكي العالم إلنا، أمريكا، أوروبا، روسيا، الصين، بيقولوا لنا اقعدوا راحة، لكن لكم كل حقوقكم، ما حدا بيقدر يمس شعره من راسكم، حقوق الثقافية محفوظة. وما زال احنا نحكي على التاريخ واللغة والتأليف والكذا، فخلي نستغل هذا الاشي يا أخي، خلي ننشط في هذا المجال. السياسة نشوف انه ما نفعتنا بصراحة، ما نفعتنا نفع كبير، ضرتنا ما نفعتنا، فخلي نعطي شوية زخم لهالموضوع الثقافي اللغوي تراثي كذا كذا، لأنه العالم كله معنا. فإحنا خلي في هالفترة نكون إحنا، المهم إحنا نكون مع نفسنا ونطالب العالم بدعمنا. هذا واحد. ثاني، الكردي اللي نسى لغته الكردية، فهناك وسائل، واللي يحب أنه يعرف اللغة الكردية، لغة آبائه ولغة أجداده، فأعتقد أن الموضوع سهل اليوم. توك توك، يوتيوب، فيسبوك، مجرد أغاني كردية يسمع شوي شوي راح يتعلم. يعني أنا بعرف أولاد صغار كرد هاليومين بلشوا يتعلموا كردي، أطفال بعمر الخامسة السادسة، من وراء أغنية كرمانجيا هرقولي. بصراحة يعني نحن بدنا نشاطات مثل هاي أكثر، عشان الكردي يفتخر بلغته. لما يفتخر بلغته وبأصله راح يبلش هو أوتوماتيكيا يتعلم، ووسائل التعليم متاحة له. بدنا الكبارية منا يعرفوا من أين تؤكل الكتف، ويتوصوا هذول الصغار الكرد اللي بدهم يتعلموا لغتهم. إذا صار العربي بده يتعلم شوية كردي، فكيف بالكردي اللي بيعرف أنه أصله كردي؟ ما بوصي أبوهم وأمهم إذا
انه شجعوا انفسكم، شجعوا عيالكم على الكرديه، لان هاي لغه ابائكم واجدادكم وهي لغه جميله جدا. بلشوا سموا اسماء اولادكم، ومع الاسماء الكرديه موسيقيه طنانه رنانه حلوه. بلشوا سموا اسماء اولادكم اسماء كرديه حلوه، عشان لما يكبر هالولد يسال شو معنى اسمي، بتقول له يا ابني يا بنتي اسمك بالكرديه كذا. شو يعني كرديه؟ انت اصلك كردي يا ابني، احنا بالاصل كرد. والزمن بيدور، الزمن ما بيبقى على حاله. نحن هلا هيك ما بنعرف بكره شو بيصير، اللي تحت يصير فوق واللي فوق يصير تحت. الدنيا بتنقلب ويوم وليلة زي ما احنا متعودين. فشو دراكم؟ تعلموا شوية كردي يا كرد يلي نسيتوا أصولكم الكردية أو بدكم ترجعوا أصولكم الكردية. تعلموا، بيفيدكم. شو بيعرفكم؟ بكرة أكيد ما راح يضركم، أكيد راح يفيدكم. وشكرا لإتاحتك الفرصة إلي، وشكرا جزيلا للأخوة المتابعين اللي تابعونا اليوم. شكرا زور سباس ماموستا. إن شاء الله نلتقي في مرات أخرى. لك الشكر ولجميع المشاهدين. دمتم بخير. مع السلامة.